بتعرفوا الكبة العراقية هي كبة الرز، كبة معمولة بعجينة من الرز، وبيقولوا لها كمان بالعراق كبة حلب. ما بعرف إذا بتعرفوا سبب تسمية هذا الاسم. فاليوم بدنا نعمل مثل ما بقولوا أخوتنا العراقية كبة التمن. فخلوكم معي وشوفوا. الحشوة عبارة عن لحمة مفرومة، أول شي بحطها على المقلاية بدون أي دهون لحتى تبلش تاخد لون. بحط لها بصلة ومجرد نشوي السوائل، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومن السبع بهارات. حطيت أنا شوية صنوبر، هذا اختياري. ومجرد استوت بنحط لها باقة من البقدونس المفروم، بنطفي النار مباشرة وبنترك على طرف لحتى تبرد. عندي 3 كاسات من الرز، هذا الرز حبته متوسط، يعني لا هو رز اللي بنعمل فيه الكبسة ولا هو الرز المصري القصير. غسلته وحطيت له لكل كاسة رز كاستين مي ومعلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الكركم لحتى ينسلق تماما، يشرب كل السوائل. بدنا نبلش ندعكه كتير منيح ونهرسه. ماشي، رح نعمله مثل العجين تمام، فبدكم تهرسوه هرس لحتى تصير عندكم عجينة. أنا حسيته ناشف، صرت ضيف له شوية مي لحتى صارت عجينة تمام. وبعدها بدكم تبلشوا تدهنوا إيدكم دهنة مي وتشكلوا. هلا أنا عملتهم على شكلين. أول شكل عملته مثل كبتنا السورية، يعني هيك مقلوزة نحن بنقلها، بس عادي انتو فيكم تشكلوه بالشكل يلي انتو بتحبوه. بتفتحوها بايدكم، على فكره تشكيلها كتير سهل، بس المهم تضلوا عم تبيلوا ايدكم مي لاني فورا بتنشف، يعني لاني الرز طبيعي بينشف. فعملت هذا الشكل، وكمان عملت شكل تاني يلي هو الاقراص، يعني هو بالاخير كله نفس الطعم، فانتو عملوها بالشكل يلي الاسهل لكم. ماشي، كمان هيك فتحتها بايدي، حشيتها وحطيتها اقراص. قبل القلي لازم نحطهم بالفريزر اقل شيء نص ساعه بس لحتى هيك يمسكوا معنا شوي. وبعدها بزيت غزير وحامي بنحطهم بالزيت، اهم شيء ما تقلبوهم لحتى يبلشوا ياخذوا لون. بتعملوا لهم تقليبه وبتشيلوهم وبتاكلوا اطيب اكله من اكلات اخوتنا العراقي. هلا بقى صار لازم نجرب الدولمه العراقيه. يلا ان شاء الله قريبا.